السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح النشاط والحاجات الحلوة. بصوا بقى يا جماعة، أنا قلت أبدأ الفيديو كده بالحاجات الحلوة الأول عشان ما تتصدموش من اللي انتوا هتشوفوه بعد كده. أنا هو نبهت من الأول. اللانش بوكس بتاع العيال الحمد لله خلصته، وكل واحد هيمشي على المدرسة واللي هيروح على الحضانة. بس تعالي بقى شوفيلي الحركات والحلويات والتحفة دي. عملت يا ستي سينابون بإيديا، بس بقى مش أي سينابون، طلع حكاية. اللهم بارك ما شاء الله، ريحته كانت مالية البيت وطعمه تحفة. بجد العجينة والله العظيم حلوة قوي، مش عشان أنا عملتها والله، بس فعلا العجينة كانت حلوة قوي وكانت هشة، ويعني طعمها تحفة. فقوليلي بقى في الكومنتات لو انتوا حابين اعمله لكم في فيديو بالطريقة اللي انا عملته بيها، اكتبولي وبإذن الله اعمله لكم. بس طبعا زي ما احنا ما عارفين الحلو ما بيكملش. احم السينابون الجميل الحلو ده خلى وراه جبل من المواعين وغسيل رخامة، يعني عندنا شغل كتير النهاردة، بس عادي يا اختي ولا يهمنا. بإذن الله هنخلص ونروق على المطبخ كده والرخامة ونخليه فله. فيلا بينا بقى يا ستات نشتغل ونشوف ورانا ايه كده سوا، وكل واحدة تقوم تخلص المواعين اللي ما بتخلص، وهو بالمرة نتكلم كده شوية مع بعضينا ونفضفض كده على الهادي. بس طبعا زي ما متعودين ما تنسوش نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإذا ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. ما تنسيش طبعا يا حلوة انت وهي تعملي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويا ريت تشجعوني كده بقى شوية عشان حاسة القناة نايمة كده على الآخر خالص. بصوا بقى، حابة اتكلم معاكي النهاردة عن ازاي تنظمي يومك وازاي تهتمي بنفسك من غير ما تتعبي نفسك. الاول انا حابة ان انا كده اكلمكوا شوية عن نفسي. يعني انا الاول كنت اودي العيال المدرسة، ادخل انام على طول واصحى بقى قبل ميعاد خروجهم من المدرسة عشان يدوبك اروح اجيبهم. ولما كنت اروح اجيب بنتي من المدرسة كنت برجع تعبانة جدا من المشوار ومن الشمس، وعقبال ما ارجع البيت وارتاح شوية بلاقي اصلا خلاص يدوبك العصر بيأذن او خلاص هيأذن. فيدوبك اجري بسرعة اعمل الاكل واجري بسرعة اروق الدنيا، والترويق بيكون على المشي جدا، ولو في غسيل بسرعة بطبقه بسرعة. بعد ما بخلص طبعا الغدا بنتغدى، نقعد كلنا نتغدى، وبعد ما بنخلص الغدا بروح ألم بقى إذا كان في مواعين، في حاجة مثلا بلمها بعد ما اتغدينا وكده. خلصت الغدا ولميت الدنيا بقعد أذاكر مع بنتي أو بشوف أي حاجة مثلا هعملها في البيت أو هروقها أو حاجة ورايا. طبعا لما كنت بعمل كده الأول كنت بحس يومي بيجري في ثانية، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو لحق اليوم يخلص؟ وده طبعا لان انا بدأت اصلا متأخر، زائد ان انا لما جيت حسبتها انا بعمل حاجات قليلة جدا في العادي قوي وبحس ان انا مهدودة. طب انا عملت ايه عشان اتهد الهدة دي او احس بالتعب ده؟ ولا اهتميت بنفسي حتى والله العظيم. شرب المية كنت بنسى كتير قوي ان انا اشرب مية، الاذكار ما كنتش بقولها، حتى الفطار ما كنتش بفطر. بحس اليوم بيجري وانا يا اما ما عملتش فيه حاجات كتير يا ما عملتش حاجة لنفسي اصلا. عارفين انا كنت عاملة زي ايه؟ زي اتنين بيجروا، الاولاني بيجري جامد جدا وبسرعة جامدة، في الاخر وصل لكن رجله وجعاه، قلبه بينبض جامد جدا ووصل لكن بعد ارهاق وتعب. الشخص التاني بيجري برضه لكن بالعقل بالراحة، ما بيشقش على نفسه، يعني بيجري لكن بالمعقول عشان ولا يتعب رجله ولا قلبه. انا بقى للأسف كنت الاولاني، لحد ما فعلا والله العظيم انا حاليا بروح لدكتور عظام عشان رجلي، رغم ان انا لسه على فكرة ما دخلتش التلاتينات اصلا. بس الحمد لله الواحد اتعلم بفضل الله، وطبعا نقول الحمد لله الذي عافانا. وبقيت اقول لنفسي هو انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ ما انت بني ادمه برضه، محتاجه كده ان انت تهدي شويه، محتاجه ان انت تكوني زي الستات اللي بتروق على نفسها، تعيش اللحظه، اقرأي القرآن احفظيه وانت مستشعره بالايات. ومن ساعتها بدأت ان انا اغير تفكيري شويه بشويه، وده فتح من الله سبحانه وتعالى. والحاجات اللي بدأت اغيرها في نفسي كانت حاجات بسيطه جدا لكن فرقت معايا كتير. أول حاجة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والله ما كلام ديني على قد ما هي حقيقة لا مفر منها. والله يا بنات عاوزة تحققي أي حاجة أو نفسك تغيري أي حاجة فيكي أو حتى في اللي حواليكي، اطلبيها من ربنا الأول واستعيني بالله الأول قبل ما تستعيني بأي حد. أنا وإنتي وكتير قوي بنقعد نتفرج على فيديوهات تحفيزية او ايا كان، ممكن مثلا تكلمي مامتك اي حد عشان بس يحفزك، انت فعلا بتتحفزي، لكن كتير قوي بتتحفزي تحفيز وقتي وبعدها مش بتعملي اي حاجة من اللي سمعتيها، صح ولا لأ؟ طب ده يا ترى بيحصل ليه؟ عشان لازم تفهمي ان ربنا هو الوحيد القادر على تغييرك، لا كلامي ولا كلام غيري هو اللي هيكون سبب في تغييرك.
وحتى لو سمعتي كلام حد وحسيتي ان هو يعني أثر فيكي أو غير فيكي حاجة، فهي مجرد أسباب، إنما مين اللي غير؟ مش كلام الشخص ده، هو ربنا سبحانه وتعالى. احنا مجرد أسباب بنذكر بعض بس عشان نشجع بعض أو نغير من بعض، لكن اللي هيقومك من مكانك وهيديك الصحة والعافية والطاقة هو ربنا سبحانه وتعالى. في آية في القرآن الكريم بتقول: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هو اللي خلقني، يعني هو اللي عارف أنا بمشي إزاي وبشتغل إزاي وروحي دي تشتغل إزاي. يعني مثلا هديكي مثال، انت دلوقتي رحتي لواحدة زورتيها في بيتها وعملت لك حتة مكرونة بشاميل تحفة وعجبتك جدا وحبيتي ان انت تاخدي الطريقة منها عشان تعمليها انت كمان. هل من العقل ان انت تسألي اللي صنعتها، اللي صنعت المكرونة دي، ولا هتروحي تسألي جارتها؟ هتقولي لي العقل بيقول طبعا ان انا اسأل اللي صنعتها، لان هي اكتر واحدة هتدلني على الطريقة الصح. طب ولله المثل الاعلى، هو اللي خلقك وخلق نفسك دي، فهو الأحق إنك تطلبي العون منه وتقولي له: يا رب أنا مش عارفة أتعامل مع نفسي إزاي، أنا مش عارفة يا رب أتنشط، يا رب عيني على نفسي وعلى جسمي. قولي له كده، قولي له: يا رب أنا تعبت من نفسي، نفسي أكون نشيطة وأخلص اللي ورايا، نفسي أخلص الأوضة دي وأخليها زي الفل. واطلبي منه العون والاستعانة بيه وتكلمي معاه. فأول حاجة لازم تعمليها هي الدعاء والاستعانة بالله، وقولي دايما أول ما تصحي من نومك: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وافتحي لي بقى يا ست الكل الشباك الصبح كده وخدي لي نفس عميق من الهوا الجميل بتاع الصبح. عارفة الهوا بتاع الصبح ده أنا بحبه قوي، لأن بيكون هوا نظيف، هوا نقي، لسه بقى مفيش عربيات في الشارع كتير، فبيكون مش مليان عوادم سيارات ولا أتربة ولا الحاجات دي. حتى الناس بتكون قليلة جدا في الشارع، وممكن تلاقي نفرين 3 بس اللي في الشارع، فبرضه ما بيكونش فيه نفس الناس كتير، والدنيا بتبقى هادية وحلوة كده. فدايما بعد صلاة الفجر صلي وافتحي بقى الشبابيك كده ودخلي بيتك النور بتاع ربنا والهوا بتاع الصبح الجميل ده. كمان مؤخرا لما رجلي وجعتني ورحت للدكتور لقيته قال لي ان لازم تشربي مية كتير جدا، المية هتساعدك مع العلاج. فبقيت الحمد لله دايما احط ازازة مية قدامي، والصبح بقيت احط على المية اللي انا مليتها دي نص عصرة ليمونة واشربها على مدار اليوم الصبح، مش على مدار اليوم كله. يعني مثلا الصبح اشرب من الازازة اللي فيها نص عصرة الليمونة دي، اشرب مثلا كوبايتين الصبح اول ما اصحى، اتبقى تاني من الازازة مثلا شوية كده واشرب تاني، وهكذا. خلصت الازازة خلاص امليها تاني، لكن ما احطش فيها ليمون تاني بقى خلاص. وبرضو دي من الحاجات اللي فرقت معايا جدا الحمد لله، حسيت كده انها بتفوق الجسم اكتر من القهوة. بعد بقى ما خلاص الحمد لله صحيت الفجر وصليت وفتحت بقى الشبابيك والدنيا كده حلوة ودخلت هوا جميل كده في شقتي، أبدأ بقى يومي، لكن أرتب كده يومي بالعقل. يعني بدل ما أقوم أعمل كل حاجة مرة واحدة وأدوخ نفسي، بقيت أقسم يومي كده بالراحة واحدة واحدة. يعني مثلا أنا عندي بنوتة بتروح المدرسة وولد بيروح الحضانة، ربنا يبارك لي فيهم وفي أولادكم جميعا يا رب. أنا دلوقتي المفروض إن أنا بصحي بنتي عشان تلبس وبعد كده أسرحها، فخلاص هي عقبال ما بتلبس أنا بعمل أي حاجة تانية، بحط مثلا بقى العيش في الفرن أو بجهز اللانش بوكس أيا كان. طيب هي لبست وخلاص أنا خلصت يا ماما، تعالى سرحك حبيبتي. يعني فاهميني الفكرة؟ يعني مثلا أنا دلوقتي بسرح بنتي وأنا حاطة العيش في الفرن، خلصت وسرحتها، بروح واخدة العيش في الفرن وهي مثلا بتكمل بقية اللبس بتاعها، إذا كان شراب، إذا كان بتجهز شنطتها، أيا كان. خلصت اللانش بوكس وهي برضو بتخلص حاجتها، يلا حبيبتي خدي اللانش بوكس بتاعك ويلا بالسلامة على المدرسة. ما اقعدش قاعدة على الكرسي او على السرير مستنية لما هي تخلص لبس او تخلص مثلا مش عارفة ايا كان اللي بتعمله عشان انا ابتدي لسه اقوم اسرح لها. انا استغل الوقت ده عشان يكون في عندي وقت تاني كبير اقدر اعمل فيه اي حاجة تانية، اقدر اشوف نفسي. ال10 دقايق ولا ال5 دقايق اللي منتظرة بنتك عقبال ما تخلص لبس فيهم، يا بقى تروقي السرير يا تحضري السندوتشات. طيب كل واحد الحمد لله مشي، اللي على شغله واللي على مدارسه واللي على الحضانة بتاعته، وانا قاعدة كده في البيت باشا لوحدي. اعمل ايه؟ ادخلي حضرتك الاول على الاوض، ترويق كده بسيط، حاجة كده على السريع وعلى الماشي. يعني مثلا شدي الملايات، لو في حاجة مش في مكانها شيليها، نفضي السرير، اروق المكان ظاهريا بس كده يكون كويس. احنا مش بنعمل تنظيف عميق، ويا ريت ما تقعديش في الحاجة 100 سنة، انجزي كده، خليكي حركية كده وبسرعة.
ما بقولكيش اقعدي اجري وانت بتعملي الحاجه، لكن ما تبقيش ماشيه بحركه السلحفه. انجزي عشان تعرفي تخلصي الباقي اللي وراكي، وما تحسيش ان يومك خلص وانت لسه ما خلصتيش كل حاجه. لا، حاولي ان انت تكوني برضو سريعه شويه. طيب انا الحمد لله خلصت الاوض وظبطت الدنيا على الماشي كده، والدنيا زي الفل، عشان لو حد جالي على غفله المظهر العام الحمد لله كويس ونضيف. اعمل ايه؟ ادخلي جري على المطبخ وعلى المواعين، خلصي المواعين والمطبخ وظبطي الدنيا، واعملي لك كده فطار حلو عشان تقدري بعد كده تكملي. اوعي تنسي نفسك، اوعي تقولي مش مهم اخلص بس اللي ورايا بعد كده ابقى افطر. هتلاقي الحاجات ما بتخلص وانت حضرتك مش مهتميه بنفسك ولا بتفطري. زي ما احنا ما عارفين ان الفطار وجبه اساسيه، افطري اي حاجه، فاهتمي بصحتك عشان ما فيش حد تاني هيجي يهتملك بيها. بعد ما فطرتي اقعدي كده اقرأي لك قرآن، ولو بتحفظي احفظي في الوقت الهادي ده. وانصحكم والله يا بنات ما تكتفيش بس بقراءة القرآن، اقرأي القرآن واحفظي كمان القرآن، والله هيفرق في حياتك مليون في المية. المهم، أنا عاوزة أقولك إحنا يعني مش سوبر وومن وهنقعد بقى نطير في الهوا، يعني بالراحة بالراحة، ومش لازم إن إحنا نخلص الدنيا كلها في ساعة. حاجة كمان مهمة واسمعي كلام أختك فيها، اعملي الغدا بدري. يعني ما تخلصيش المطبخ والمواعين وتروقي الدنيا وتقولي أبقى أعمل الغدا لما يقرب ميعاد الغدا. يعني مثلا في ناس بيبقى ميعاد الغدا بتاعهم مثلا الساعة 3 أو 5، خلاص هي ميعاد الغدا بتاعها الساعة 3، بتبتدي إن هي تدخل المطبخ تعمل الغدا الساعة 1. ميعاد الغدا بتاعهم الساعة 5، بتبتدي تعمل الغدا الساعة 2 مثلا، أيا كان. فلا، بلاش ليه تزنقي نفسك، ما تضمنيش ممكن ايه اللي يحصل وتبقي تضطري ان انت تبقي متلهوجه وتقعدي تجري وتتعبي رجلك، وممكن حد كمان يقعد يضغطك او يقولك كلمه ملهاش لازمه. ما تستنيش كمان ان حد يعلق عليكي ولا يقولك انت لسه ما خلصتيش، انت لسه فاكره تعملي الغدا دلوقتي. انا ما استناش ان حد يعلق عليا، انا اعمل حاجتي بدري عشان اكون قاعده مرتاحه مخلصه الحمد لله كل اللي عليا. فانا عايزه اقولك اعملي الغدا بدري، يعني ما تخلصيش المطبخ وتقولي ابقى اعمل اي حاجه تاني ولما يقرب ميعاد الغدا ابقى اعمل الاكل. اسمعي كلامي والله، اعملي الغدا بدري وقبل ميعاد الغدا ابقي سخني الاكل. وانتي بقى بتعملي الغدا ممكن مثلا تروقي المطبخ، تغسلي المواعين، تغسلي مثلا غسله في الغساله، وهو الاكل بيستوي تشوفي اي حاجه تانية وراكي ممكن تعمليها. باذن الله الواحد الاحد هتحسي والله بفرق في يومك. طب بذمتك مش اي واحده فينا بتكون فرحانه وطايره كده من السعاده لما يكون عندها اكل لتاني يوم؟ طب ليه؟ عشان بتحس ان هي مرتاحه في يوم الحمد لله هرتاح فيه، مش هفضل اجري طول اليوم في المطبخ ولا هفضل واقفه طول اليوم في المطبخ، فبحس ان انا كده الحمد لله في حاجه اتشالت من عليا. هو ده برضو على فكره، حتى لو انتي تعبتي شويه ووقفتي عملتي غدا الصبح بس والله هترتاحي اغلب اليوم، وهتحسي ان الحمد لله في وقت طويل معاكي. تشوفي نفسك دي شويه، هي نفسك دي مش ليها حق ان هي تتبسط كده شويه وتقعد مرتاحه؟ وعيشي يومك بالنية الطيبة لله، مش يبقى أهم حاجة عندك إن تبقى كل حاجة كاملة و100%. لو انت حسبتيها كده هتتعبي. ولما تحطي في دماغك إن أنا لما أعمل كل حاجة هعملها لله وبنية طيبة، وتاخدي الأمور بالراحة ومش بشدة أعصاب، هترتاحي. يعني مثلا وانت بتغسلي المواعين قولي يا رب طهر لي قلبي، وانت بتمسحي الرخامة كده وبتنضفيها قولي يا رب نضف لي بيتي من كل شر وبارك لي فيه. النية الطيبة والكلام الطيب اللي هتقوليه وهتحسي بيه هيغير إحساسك والله. بعد بقى ما تخلصي الغدا وتروقي البيت والمطبخ وكل حاجة الحمد لله زي الفل، ادخلي كده خديلك دش وحطي لك كده برفان خفيف والبسي لك كده لبس نظيف وسرحي لي بقى شعرك الحلو ده، واشربي لك بقى شاي، قهوة، عصير، أي حاجة. بس يا ريت وانتي بتعملي الشاي والقهوة يا ريت ما تعملهوش في كوباية مجروحة، عارفة انت الكوباية المجروحة دي؟ لا، اختاري لك كده مج كده من النيش. عارفاكم هتضربوني دلوقتي بس لا، اختاري لك كده حاجه حلوه ليكي. هو انت ما تستاهليش ولا ايه؟ تستاهلي طبعا. لما تعملي الحاجه كده والكوبايه جميله كده شكلها حلو محطوطه كده قدامك، والقهوه الحلوه بتاعتك او الشاي، كوبايه الشاي الحلوه بالنعناع اللي انت بتعمليها او العصير او ايا كان يا ستي، هتحسي كده بانبساط. والله احنا الستات ابسط الحاجات بتبسطنا، اتفه الحاجات بتبسطنا، فابسطي نفسك. وافتحي لي بقى المصحف بتاعك الجميل ده واقرأي لك ورد صغير حتى لو صفحة، عشان ربنا يبارك لك في حياتك وفي بيتك. كمان عايزة أسألك سؤال، مش احنا لو رحنا مطفية كده وحاسين ان احنا تعبانين كده ومهمومين ومتضايقين بنعمل الحاجة واحنا مضطرين، يعني عشان ما فيش حد تاني غيرنا هيعملها فبنعملها وخلاص، لكن بنعملها واحنا يعني مش مبسوطين. حتى والله العظيم تلاقي
معظم الحاجات اللي بنعملها وهي مش حلوة، مش طالعة حلوة. إذا كانت أكلة ما بتطلعش حلوة قوي، إذا كنا بنروق ولا بنعمل حاجة مش بضمير، يعني أهو خلاص إحنا تعبانين، روحنا تعبانة، نفسيتنا تعبانة، أيا كان. فيدوبك اللي بيزقنا أصلا عشان نعمل الحاجة دي اللي هو الاضطرار، إن إحنا مضطرين عشان في ناس مسؤولة ورانا ومفيش حد تاني غيرنا هيجي يعمل الحاجة دي. العكس بقى، لو انت مرتاحة ومبسوطة كده وفي كده حالة سرور كده عندك، ايه اللي هيحصل؟ بتلاقي بقى حتى وشك كده باين عليه الراحة والهدوء والسكينة، وبتقومي كده بتبقي عايزة بصي تهدي الدنيا. حتى الحاجة وانت بتعمليها بحب وبضمير. طب ما هو ربنا بيقولك بقى ايه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انت مش عايزة قلبك ده يبقى مطمئن، نفسيتك روحك تبقى حلوة كده ومطمئنة ومبسوطة؟ أيوة عايزة، وعايزة تبقى روحي جميلة ووش جميل كده وعلى طول مبسوطة ومرتاحة. طب أعمل إيه؟ استغفري وصلي على النبي. حتى يا ستي ابدأي بأعداد بسيطة، 100 مثلا تسبيحة. والله اللي هيشجعك وهيحفزك بإذن الله أولا وأخيرا هو الاستعانة بالله، زائد السبحة الإلكترونية. هاتيلك السبحة دي باين مش عارفة ب15 أو 30، مش فاكرة الصراحة بالظبط. المهم إن السبحة دي برضو سعرها رمزي، هاتيها ودايما حطيها قدامك أو حطيها في صباعك. خلاص هتذكرك بإذن الله إن انت دايما تسبحي أو تستغفري ربنا. وانت رايحة تجيبي الأولاد من المدرسة ما تبقيش ماشية كده قافلة بقك أو تقعدي تكلمي حد في التليفون، استغلي الوقت ده إن انت تستغفري، سبحي، اعملي أي حاجة. عاوزاكي تجددي روحك عشان تعرفي تكملي، لأن الروح هي اللي هتمشيلك جسمك، هي اللي هتخليكي تحسي بالنشاط وهتجدد كده نفسيتك وهتخلي المود بتاعك كده حلو. حتى شكلك ذات نفسه الناس هيشوفوك هيحسوا كده براحة وسكينة. والروح الحلوة اللي انت عايزاها دي والطمأنينة مش بتيجي غير بذكر الله. قرآن، صلاة فيها خشوع، استغفار، صلاة على النبي، ذكر. اشتغلي على الموضوع ده وبإذن الله والله 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 انك هتلاقي فرق شاسع في حياتك. كل حاجة بقى، نفسيتك، حالك انتي، في الناس اللي حواليكي، كل حاجة بإذن الله هتتغير لصالحك بإذن الله. طيب زي ما قلنا برضو قبل كده، الست هي قائد السفينة، والسفينة دي هي البيت. يعني انتي قائد البيت، انتي اللي بتمشي البيت، فعرفتي تمشي السفينة اللي هي بيتك على موج هادي وساكن وماشية بنظام أو بخطة، هتعيشي حياة إن شاء الله مبسوطة بيها انتي والناس اللي عايشين معاكي في البيت. هتمشي بقى بهرجلة وملخبطة، وهتمشي على موج الحياة اللي عمال يشقلبك وانتي ماشية معاه كده بتتشقلبي معاه، هتتعبي وهتتعبي الناس اللي معاكي. فكل واحدة فينا بتتعب، بس اللي بتعرف تنظم يومها بتعيش أهدى، بتضحك أكتر. اللي بتتعلم إن كل حاجة بالمعقول، وإن أنا مش لازم أضغط نفسي وبالراحة وبكرة عادي ممكن أكمل اللي أنا بعمله، هي دي الست العاقلة اللي بتعرف تمسك زمام الأمور. هي دي اللي عارفة إن أنا لازم أصحى من بدري عشان أخلص اللي ورايا، عشان أعرف أقعد شوية لنفسي، أعرف أهتم شوية بنفسي. ودايما قول يا رب دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. هتحسي كأن الحمل اللي على صدرك اتشال. فخدي بالك من نفسك، عشان نفسك دي غالية قوي، غالية على ربنا وعليا وعلى كل حد حواليكي بيحبك، والمفروض إنها تكون غالية عليكي قبل أي حد. فدايما خلي بالك عليها، راعيها، حسي بيها. حسيتي إنها تعبانة النهاردة ريحيها، حسيتي نفسك بعدت عن ربنا رجعيها بسرعة، قوليلها احنا ملناش غير ربنا. بعدتي عن القرآن قوليلها لأ، ده هو ده منهجنا وحبيبنا اللي بيصبرنا على كل حاجة حوالينا. بعدت عن الذكر قوليلها يا نفس انت مش عاوزة ترتاحي ولا ايه؟ دايما انت كوني الحافز لنفسك، انت اللي تقويها وتعينيها بعد ربنا. فاهتمي بنفسك ونظمي يومك وخلي دايما نيتك رضا ربنا، وساعتها بس كل حاجة في حياتك بإذن الله هتتظبط لوحدها. يا رب حبيبتي يعينك ويقويكي ويرزقك الرضا وراحة البال والسكينة، ويرضى عنك ويراضيكي أنا وإنتي وكل المسلمين جميعا يا رب. ودلوقتي أقولك إن أنا بحبك قوي في الله. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.